الزميل ياسين بوخناف. ياسين، هل تسمعني؟ نعم ياسين، أجواء مميزة إذا تسبق لقاء المنتخب الجزائري بنظيره المغربي، كيف تعيشون هذه اللحظات وماذا عن تشكيلة المنتخب الوطني؟ هل اتضحت معالمها؟ طبعا نعيش اجواء استثنائيه هنا بملعب 19 ماي 56 بعنابه طبعا، وهذا تحسبا للقاء الذي سيجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيره المنتخب المغربي لحساب الجوله الثالثه من تصفيات كاس افريقيا. شهد ملعب 19 ماي توافد كبير من انصار المنتخب الوطني الذي جاءوا من عنابه ومن مختلف جهات الوطن وحتى من خارج الوطن. اجواء استثنائيه قلت، وروح درمان عادت إلى عنابة. الكل متفائل هنا، الأنصار يعيشون أجواء استثنائية. طبعا الفريق الوطني كان قد أجرى حصة تدريبية الأخيرة أمس في توقيت المباراة، واتضحت بعض الشيء معالم التشكيلة الوطنية بنسبة 90%. طبعا راح يكون مبولحي هو الحارس الأول طبعا ويدخل اللقاء. الجهة اليمنى مهدي مصطفى، وسط الدفاع سيكون عنتر يحيى ومجاني، الجهة اليسرى ستكون بين مصباح أو بالحاج. في وسط الميدان هناك الأحسن ويبدأ كوسط ميدان لاسترجاع الكرات، أما بودبوز وزياني سيكون في الأمام ووسط ميدان هجومي. في الخط الأمامي جبور وكذلك غزال. طبعا هذه التشكيلة أقولها بتحفظ وسنوفيكم بالتشكيلة قبل انطلاق اللقاء. طبعا ما لمسناه كذلك والميزه الذي لمسناها عند اللاعبين الجزائريين هي هذه روح المسؤوليه والوعي والتفاؤل عند كل الطاقم الفني. وشعار اللقاء هو لا بديل عن الفوز، لان الفوز معناها ان المنتخب الجزائري سيضمن او سيبقي على حظوظه طبعا حظوظه في التاهل لكاس افريقيا، وذلك الذي نتمناه. إن شاء الله. ياسين، كنت معنا على المباشر من ملعب 19